ووزير خارجية السعودية عادل الجبيري بالإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها. ودعا الجبير في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها جامعة الدول العربية لمناقشة وضع القدس مساء السبت بالقاهرة الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها بشأن القدس والانحياز للجهود الدولية الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. واعتبر الجبير أن المبادرة العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية وأقرتها قمة بيروت 2002 تعد خارطة طريق لحل كل الأزمات. كما دعا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده للوصول إلى حل عادل وشامل لهذا الصراع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.